ممكن ما تمشيش. وهفضل ليه؟ انت مش شايف احنا بنتخانق ازاي طول الوقت؟ طب ما نتخانق، فين المشكله؟ انا مش شايف اي مشكله خالص. انا من ساعه ما عرفتك واحنا بنتخانق اساسا، بس ما بنمشيش يا شهد، عشان لما بيحصل بينا مشكله بنحلها. مش ده اللي بيحصل كل مره يا شهد؟ احنا لما بندخل علاقه بنبقى محتاجين حد يفهمنا، يريحنا، يشاركنا. ورغم ان بيحصل عكس كده انا مكمل وما زهقتش عشان بحبك وعايزك. يو ام الاسطوانه دي، هو انت ما بتزهقش؟ نفسي تفهم، الحب مش هو كل حاجه في العلاقه، في حاجات اهم من كده بكتير. هي انت سامعاني؟ شايفاني؟ انا ما قلتش ان الحب كفايه، قلت يفهمنا، يريحنا، يشاركنا. وكوني بقولك ان انا بحبك دي مش اسطوانه ما بنخلصش منها، عشان دي جمله المفروض تتقال بين اي اتنين بيحبوا بعض. لا، هو المفروض اني مش قادره اكمل في العلاقه دي. نفسي ارتاح شويه، اراجع نفسي، اخد بريك. ماشي، امشي. انا مش همسك فيكي تاني، انت سبتيني مره واعتقد ان اقدر استحمل التانيه، لو ده فعلا اللي انت عايزاه. ماشي. انا مستغرب ان الموضوع بالنسبه لك عادي. هو في حد تاني؟ ممكن تسيبني؟ مفيش حد هياخد مكانتك عندي، بس انا فعلا عايزه ارتاح شويه. انا ما عنديش مشكله، المهم بس انك انت تكوني بخير، ده عندي بالدنيا. ساعات بيجي على الانسان فتره ما بيبقاش عايز يكون مع اي حد، حتى مع اكتر الاشخاص اللي بيحبها. ودوت مش عشان هو بياع او ان هو شخص سيء، ولكن هو عشان عايز يكون لوحده. بل انت فعلا بتكون عايز تبقى لوحدك عشان تراجع قراراتك، مش عشان انت مثلا خلاص فقدت شغفك في العلاقة، ولكن عشان ساعات بيحصل ملل، وده بيبقى خارج عن ارادتك، يعني ده بيبقى عادي جدا. والمشكلة ان الطرف الاخر ما بيتقبلش الموضوع ده بالساهل، وبيحس انك انت بتكون عايز تبيعه او انك انت خلاص زهقت منه. الخناقات دايما بتكون مفيدة لأي طرفين في أي علاقة، بيعرفوا إيه الغلطات اللي بالنسبة لهم. والخناقات بتبين إذا كان الطرف الآخر هيتقبل عيوبك ومشاكلك بإن هو يفهمك ويساعدك في إنك أنت تتخطاها، ولا هيمسكها لك على الواحدة. كمان الخناقات بتبين الشخصيات على حقيقتها، وزي ما بنقول كده الكلام الصح بيطلع وقت العصبية. طالما انت هتعرف الشخص على حقيقته، فلازم يا إما تتقبل عيوبه يا إما تعرف إن الشخص ده مش مناسب ليك نهائي. مش دايما الناس بتكمل معاك لما بتعرف عيوبك، وده للأسف بيحصل كتير. ولكن الحب الحقيقي فعلا بيبان لما الإنسان بيعرف عيوب الطرف الآخر، وهنا بتبان حلاوة المشاكل. بمعنى أصح، يعني واحد مثلا ما بيحبكش، هتحبه انت ليه؟ لكن هو فعلا الحب عمره ما كان كافي لأي علاقة. الاهتمام والتفاهم والمشاركة، اعتقد ان ده هو ده الارتباط، او اعتقد ان دي العلاقة الصح. العلاقات عمرها ما كانت سهلة، والارتباط عمره ما كان سهل لو احنا بجد عايزين نرتبط بشخص حقيقي. في المعظم كله بياخد بالشكل، ما اعتقدش ان دي حاجة مهمة جدا في اي علاقة. مثلا تخيل معايا واحد فاهمك وقبل ما بتطلب الحاجة بينفذها لك. تخيل مثلا انت نفسك في حاجة وتعملها، وتلاقي حد بيشاركك في انك تعملها. يا سلام، ايه الحلاوة دي، ايه الجمال ده.